خدي على حجرك بالكلام مش بجد. جايالك عن طريق خبره وعن طريق اقسم بالله مجربه بنسبه 1000% وجايبه نتائج اقسم بالله مع امه لا اله الا الله. دفعتي كلها ايه ده سيطره حب دلع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وبنات كتير قوي طلبته مني، يا دينا اعمل ايه مع خطيبي عشان اخليه يفتح لي قلبه. عايزاه يتكلم معايا، عايزه اكون انا الوحيده اللي بيفضفض معاها، عايزه اكون انا المختلفه، عايزه اكون انا اللي هو ما هنا يا ما هناك، عايزه يكون انا ما فيش غيري ملجأه حياته كلها. اعمل ايه يا دينا؟ جايلك النهارده بالفيديو ده ب7 نقط ولا 10 نقط كده، سر الخلاصه. والله العظيم عصره خبرتي دي بقى، عصير خبرتي. مشروبك الجميل نفس المشروب، ما انا مش هغيره بقى، ما انا كله ورا بعضه يا ماما، كله ورا بعضه. مشروبك الجميل كملي معايا الفيديو. اول حاجه نقول عليها بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا ستي، في فتره الخطوبه بعض الخطاب بيبقوا غامضين، بيبانوا غامضين، ولكن المشكله هو مش في الغموض، المشكله هنا في ان ازاي اصلا يعرف يعبر عن نفسه. هي المشكله هنا مش في الغموض، المشكله هنا هو مش عارف يتكلم منين ولا يعمل ايه. فدورك هنا بقى، دورك هنا انك تعرفي تخليه يتكلم. اسلوبك، طريقتك، حوارك اصلا ده هيخليه حرفيا بربنت معاكي. تمام؟ فاول نقطه معانا وهو انك انت تسمعي له او تساليه الاول. خلينا الاول تساليه اسئله مفتوحه. ايه رايك؟ تحلم بايه؟ نفسك في ايه عموما في حياتك؟ طب مستقبلك نفسك في ايه؟ نفسك في ايه معايا دلوقتي؟ طب ايه رايك الاسبوع الجاي نعمل حاجه مختلفه؟ طب ايه اللي بيبسطك اصلا؟ الحاجات دي كلها بتفرق. طيب خلاص يا دينا انا سالته وعايزه اعرف بقى الدنيا فيها ايه وجايه منين. لما يتكلم اوعي تقاطعيه، ودي تاني نقطه معايا، اوعي تقاطع الراجل لما يتكلم، وخصوصا لو عمل حاجه وانت مدياله الامان فجاي يحكي لك فيقوم واخد منك دش على طول هب في وشه. حرفيا هيحلف يمين 3 والله ما هو متكلم تاني. ليه؟ ما هو ملقاش منك الامان. يا عم انا بقى هقعد اتكلم واوجع في دماغي وهي اصلا ما بتفهمنيش، طب انا اجيب له وش دماغي ليه؟ طب ما انا اسكت احسن. اوعي تقاطع الراجل. طيب خلاص هو يا دينا حكالي وانا سمعته، ما تحكميش بسرعه، ما تصدريش حكم. امال اعمل ايه يا دينا؟ اسالي. طب الموقف ده انت كان قصدك؟ طب الموقف ده انت كنت قاصد تعمل كده ولا غصب عنك؟ اول ما هتسمعي هتدي حكم هيقفل منك، الله وكيل ما يحكي لك حاجه تاني. يلا مع السلامه يا ماما. فاوعي تحكمي بسرعه، اوعي تقاطعيه في الكلام. حاولي بقدر الامكان تساليه اسئله مفتوحه يعني يعرف يتكلم فيها براحته، مش اسئله بيترد عليها بنعم او الاسئله المفتوحه دي اللي هو بيعرف اللي هو موضوع تعبير بقى، يقعد يحكي ويتحاكى. اما الاسئله المقفوله يا لا. النقطه اللي بعد كده وهي شاركيه مشاعرك. بصي يا ست الكل، الراجل طول ما هو حاسس ان البنت او الست اللي معاه مش مأمناله، ما فتحتش قلبها، مش عارفه كده، مقلقه منه، قافله على نفسها، ما بيرضاش يفتح هو كمان قلبه. اما لو انت شاركتيه مشاعرك، فضفضتي معاه، حكيتي والله انا وانا صغيره كنت بحب قوي ان انا ادمس فول مع ماما واروح مش عارفه ايه، وكنت احب قوي العب جبه، وانت كمان كنت بتحب تلعب ايه مع اصحابك؟ والله طب انت بقى كانت اكلتك المفضله يوم الجمعه ايه؟ فعلا والله واحنا كنا انا كمان كنت ببقى عند بابا وماما وبنروح عند جدتي وبنروح مش عارفه فين. تصدقي فعلا ولاد خالي كذا. فكمان حته المشاركه دي هتفرق جدا معاه، هتديله امان، هتخليه يتكلم براحته، هتخليه مش متضايق، هتخليه حاجات كتير قوي. تمام؟ فحته المشاركه دي مهمه. اختاري التوقيت المناسب، يعني ما يكونش متضايق ومشغول وعصبي ونفسيته مش احسن حاجه تقومي فاتحه معاه موضوع عميق بقى محتاج تركيز، ولا والله العظيم 3 لازم تتكلم معاه دلوقتي. انت هبله ولا ايه؟ الست الذكيه هي اللي هتعرف تتكلم امتى وازاي. بصوا، الراجل يحب الست الذكيه والست ايه؟ الطريه، دي معروفه، الطريه دي عارفينها. الذكيه بقى ازاي؟ انها مش ما هو تعبان ولسه جاي من باب الشقه بقول لك ايه؟ لا تعالى بقى عشان احكي لك واوصف لك وتقول لي رايك ولازم تلاقي لي حل. محتاج الاول ياكل لقمه، محتاج بعد ما ياكل لقمه يحبس بكوبايه شاي ولا بكوبايه قهوه، محتاج يعني
ياخد حنيه. انا بتكلم الحته دي على الستات اللي هي متجوزه وبنات المخطوبه. لو هو مثلا جاي لك من الشغل هيكلمك تليفون، مش لازم اول ما تكلمي تليفون ها احكي لي ايه النهارده، عملت ايه في شغلك، يومك كان حلو ولا مش احسن حاجه، حاسه صوتك مش طبيعي، انت تمام، طب انت تعبان اسيبك ترتاح. اتقلي التقل ده صنعه والله العظيم 3 ما اكدبش اللي قال كده. حته انك تتقلي دي بتفرق. بتعرفي تاخدي يا بت كل حاجه يا بت، والله العظيم كل حاجه وايه على طبق من دهب، على الشكر على طبق من دهب. اما بقى لو كله ورا بعضه كربكه 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 والله العظيم ما هتقولي لا السبت ولا الحد ولا الاثنين اصلا. تمام. فالنقطه اللي بعد كده شجعيه. الراجل بيجي بالتشجيع، بيجي بالدعم، بيجي بالمسانده. 3 حاجات احفظيهم: تشجيع، دعم، مسانده. في الحته دي هتشجعي. انا بحب اسمعك، انا بحب اسمع كلامك، صوتك وانت بتتكلم بيفرق معايا قوي، بحس بهدوء، بحب فضفضتك، بحس بامان. اوبا بقى والله العظيم 3 ما هيفتح بقه مع حد غيرك. ماما جايالك عن طريق خبره وعن طريق اقسم بالله مجربه بنسبه 1000% وجايبه نتائج اقسم بالله مع ام لا اله الا الله. دفعتي كلها ايه ده سيطره، حب، دلع. لا. النقطه اللي بعد كده ودي اخر نقطه معانا: اصبري، اتكي على الصبر. فاهماني؟ تقلي شويه الدنيا، هدي النار. الرجاله معظمها مش كلها بتاخد وقت شويه على ما تعرف تعبر. طولي بالك دادي. اقول لك ازاي؟ خديه على حجرك بالكلام مش بجد، خديه على حجرك واحده واحده، خطوه خطوه. طب انت ايه اللي يريحك؟ طب انت كويس؟ طب حابب تتكلم دلوقتي؟ طب انت هترتاح لما يعمل؟ طب ما تعمل ايه؟ حابب لما تتكلم ولا لما تسكت؟ هيقولك لما اسكت. طب السكوت على فكره هيخليك مضغوط اكتر، انا ممكن اسيبك ترتاح لو انت حابب كده. حابب وجودي ولا حابب اسيبك لوحدك؟ خيري. لا خليني معاكي. لا انا هقولك بصي والله انا الموقف ده ضايقني، والموقف ده مش احسن حاجه، والموقف ده الحاجات دي كلها حاجات بتيجي بالصبر. وزي ما بيقولوا ابنك على ما تربيه، وجوزك او خطيبك على ما تعوديه. عودتي على 1 2 3 وشايفه ان هو بياخد ويدي في الموضوع ده، حرفيا هتفرق معاه قوي. تمام. اخر حاجه عايزه اقولك عليها ونصيحه كل فيديو: القلب بيتفتح بالامان. حسستي انك امان وجنبه بتسمعي له وبيحكي لك الدنيا امان قوي، والله العظيم 3 ما هيبقى في غيرك. هيحكي لك على كل حاجه بدل حسستيه ان انت مش هتحكمي عليه. فاهماني؟ بس كده حلوين. هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم اوعوا تنسوني اللايك والشير والسبسكرايب. واقول لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.